أعتبر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالما متخصصا في علم الحديث وغيره كثير في هذا الفن، يصيب ويخطئ. هذه نقطة. ثم أظن أن الغضب أخذ بك مأخذا، وحتى إنك ذكرت بالاسم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبا حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين أجمعت على إمامتهم الأمة أو كادت تجمع عليهم، فلا يوجد هناك مسلم واحد، اللهم إلا أن يكون رافضيا شيعيا مغاليا في التشهد. أنا أقصد علماء أهل السنة والجماعة. لم أسمع في يوم من الأيام ولا أعتقد ولا أتصور أن مسلما واحدا يطعن في الإمام مالك ويقول هو ليس عالما، أو في الإمام الشافعي ويقول هو ليس عالما، أو في الإمام أحمد ويقول هو ليس عالما، أو في الإمام أبي حنيفة ويقول هو ليس عالما. ما أعرف ولا واحد إطلاقا. فإذا لم يكن هؤلاء علماء، فمن العلماء إذن؟ من العلماء إذن يا أخي الفايد؟ العلماء يعني ضروري العالم هو الطبيب المتخصص والصيدلي المتخصص وعالم الأغذية مثلك وعالم البيولوجيا والجيولوجيا والما نعرفياش والأحياء عالم في القرآن، عالم في الشريعة، عالم في الحديث، عالم في اللغة، عالم في الأدب. هؤلاء ليسوا علماء. وهنا نصل إلى النزاع. أصبحنا ننازع فيما إذا كان علماء الإسلام علماء أم مجرد فقهاء. أنت تقول هم فقهاء وليسوا علماء، تنفي عنهم صفة العلم إطلاقا. والتقطها من التقطها من صعاليك العلمانيين وقال هو عنده الحق، يعني هكذا كلام صحيح. هم فقهاء في الدين كما اليهود عندهم فقهاء والنصارى عندهم فقهاء والمسلمون لكن العلماء لا، لأن العلم يخضع للتجربة ويخضع للتجاوز، وما يحققه العلم الآن ممكن أن يراجع بقطعية أخرى غدا وإلى آخره، فيهذي. وتأمرنا أخي الفايد أن نذهب إلى معاجم اللغة لنبحث طبعا معاجم اللغة الأجنبية. وقلت لنا بأن العالم هو لو سيونتيفيك، العلم سيانس، لا سيانس، هذا هو العلم. يعني بمعنى آخر أن فقيه وعلم في الشريعة وعلم في القرآن هذا ليس عالما. هذا خطير جدا للغاية. والحديث الصحيح ماذا تفعل؟ الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان رحمة الله عليهم، ماذا تفعل فيه؟ العلماء ورثة الأنبياء. هل الأنبياء كانوا يعلمون هكذا؟ إن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. هل كان الأنبياء يعلمونهم فن الزراعة والمكونات الخضار والفواكه والحبوب والقطنيات؟ هل كان الأنبياء والرسل يعلمون أممهم الطب والصيدلة وعلم الفلك والصناعات الميكانيكية وما إلى ذلك؟ يا أخي الكريم أجبنا بهذا أنا أسألك بالله عليك. إن العلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا عن الأنبياء؟ ورثوا عنهم العلم. هل ورثوا عنهم الطب والصيدلة والميكانيك وإلى آخره وعلم الأغذية، أم ورثوا عنهم التوحيد والإيمان والعلم بالعلوم التي تؤدي إلى الآخرة، إلى الجنة؟ أنا يسرني أن أتحدث إليك وأنا أعلم أنك مسلم. ولو كان الحديث مع أولئك زنادقة العصر الذين لا يؤمنون بكتاب ولا بالسنة ولا هم يحزنون، لكان لي معهم أسلوب آخر وفي سياق آخر. أنت تعلم أنني أقدرك وأضعك في مرتبة عالية جدا وأستفيد منك في
في مجالك فقط، ولا شك أنك تحترم التخصصات، لكن دعونا الآن فقط في كلمة عالم. طيب يا سيدي، ارجع إلى لسان العرب، ارجع إلى المعجم الوسيط، ارجع إلى الفيروز أبادي، ارجع إلى كتب المعاجم من اللغة العربية، وابحث عن كلمة عالمة، عالم، عالمون، علماء. أنا أقول لك أكثر من ذلك، السحر علم، هو علم ضار طبعا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، ويتعلمون قبلها، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا ويتعلمون، فهو علم.